ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ هكلمكم النهارده عن الراجل الالفا ميل. الالفا الراجل اللي عنده عالية الوفرة، الراجل المسيطر على كل حاجة، فلوس تمام، شكل مظبوط، جسم تمام، ما عندوش مشكلة يخسر حد عادي. كده كده هو عارف قيمة نفسه كويس، واي بنت ممكن يبدلها عادي جدا. عادي لو كان مع واحدة وسابها هيكلم اللي احسن منها والاجمل منها. الراجل الالفا ده اللي بيعمل رعب لاي بنت، لانها بتبقى عايشة في قلق المنافسة مع غيرها، عارفة انه عنده بدايل كتير جدا وبتخاف انها تخسره او واحدة تاخده منها. الراجل عنده جاذبية من غير كلام، من غير ما يعمل حاجة، هو عبارة عن عقلية. وخلي بالك مش شرط الالفا يبقى اللي عنده فلوس اكتر خالص. انا اعرف ناس كتير ما شاء الله معاها فلوس، بس بشوفهم بيتعاملوا ازاي مع البنات. سمب. هو عارف البنت مثلا بتكلمه عشان خاطر فلوسه، بس هو راضي بكده، عارف ان هو من غير فلوسه هو ولا حاجة، ولا هيبقى جذاب للبنت. البنت مش بتنجذب رقم واحد للراجل الغني، لا، بتنجذب للشخصية، للمسيطر. اتكلمت قبل كده في فيديو اللي فات قلتلكم ان الست بطبيعتها خاضعة للراجل، وعادي جدا شفناها كتير في افلام بتنجذب للراجل الغني، تاخد فلوسه وتصرفه على الالفا للي قيمة عالية. مش شرط فلوس بس، انت عادي تشوف حد قيمته عالية بس هو حسابه في البنك صفر. الراجل اللي قيمته عالية راجل واثق في نفسه، عارف قيمة نفسه كويس جدا، هو مش مستني ياخد اتنشن من حد، هو كده كده جامد. في فرق بين الغرور والثقة، عشان في ناس هتفهم انه غرور خالص. الراجل اللي واثق في نفسه هو عارف قيمة نفسه كويس، عايش لنفسه ويطور فيها ويعمل فلوس ويحسن من نفسه ويحسن من شكله. هو مش اناني، هو راجل. الراجل اللي ملوش قيمة ده الراجل اللي شايف البنت اللي معاه انها نجمة في السما، وان هو بعيد قوي عنها، والمشكلة انه بيجمع. يعني مثلا يكلمها يقول لها انت مفيش راجل يستاهلك. طب يا ابني احنا مالنا؟ ما تتكلم عن نفسك انت، مالكش دعوه بغيرك، ما دخلنا في حواراتك ليه؟ السمب ده شايف البنت اللي معاه انها كل العالم، عايز يرضيها بكل الطرق، وصدقني كل ده ولا بيجذب الست خالص. حتى لو وهمتك بكده وقالت لك انها بتحبك، كل ده كدب. هي الفكره انها حطاك على جنب، انت كده كده استبن بتحاول مع الالفا عشان لما تعطل معاها تعرف ترجع لك تاني. انت كده كده موجود، هتروح وتيجي عليك، لانها عايزه تاخد شويه اهتمام منك انت، مش هتعرف تاخده من الالفا. تحس شويه بنفسها وترجع تاني ليه؟ لدي التنفس معاه. البنت اللي عايزاك هي اللي هتحاول معاك دايما، هي اللي بتبادر معاك، مش انت اللي هتبادر معاها. هي اللي بتشتاقلك وهي اللي بتنجذب. هنسمي الراجل الغلبان ده الراجل الطيب. البنت اللي بتقوله كلمتين حلوين، مش بيبقى مصدق نفسه وطاير، بيقعد ينهال عليها سيل من الكلام من الحب والعشق والهبد ده، هو مش بيبقى مصدق انها بتحبه اصلا. وغالبا العكس اللي بيحصل، هو اللي بيبادر مرة واتنين وهي اللي بتكرف وبترفض، زي ما قلت لك، عشان بتحاول مع الالفا. انما انت كده كده بلان بي، ولما خلاص مفيش اوبشن غيره، الاخ ده بيطلع من الفريزر، تسيبه يفك شويه وتديله كلمتين حلوين. انت مش كنت عايزني زمان؟ تمام انا موافق. السمب ده ممكن تشوفه في مديرك، ودي اوحش حاجه ممكن تشوفها. هتلاقي دايما بيراقي استاذه منورة الجامده عشان هي جامده، مش عشان هي شاطره في شغلها. هتلاقي دايما بيساعدها، انما انت هيسد عليك من كل حته، هيشيلك شغل مش شغلك، مش هتترقى طول ما هو موجود. السمب لما بيبقى مدير في شركه امشي على طول، اشتري نفسك واخلع. اصعب تعامل تتعامل مع راجل سمب مدير في مكان. وخلي بالك البنت بتبقى فاهمه كده كويس، عارفه انه مدير سمب، ومفيش ما يمنع تديله شويه اهتمام اكتر عشان تترقى اكتر. الراجل الالفا لما بيبقى فاضي بيكلمها، انما السمب البنت اول ما بتكلمه بيرد على طول، حتى لو مش فاضي بيفضى عادي. الراجل الالفا البنت هي اللي بتدخل في اطاره الذكوري، مش هو اللي بيدخل في اطارها الانثوي. هي اللي بتبقى مياله ليه، هي الطرف الاكثر حماسه، بتشوفه بشغف وحب وهيبه ورغبه، عشان عارفه انه مسؤول وبيقدر يشيل مسؤوليه اي حاجه ويصلح اخطاء قبل ما حد يمسكها عليه. عنده ذكاء اجتماعي وذكاء عاطفي. هوريكم كده فيديو الفرق بين الراجل الالفا والراجل السمب. سيبك من كل ده، عملت ايه في الموضوع اللي انا قلت لك عليه؟ فيلا السخنة؟ اه. لما كايش تمنها هكتبها لك. طب ما تكيش تمنها واخلص وخلصني. وهتفرق ايه يعني لو باسمي او باسمك؟ يعني طارق احس بالامان، وبعدين يعني ابقى متجوزه طارق صفوان وما يكونش عندي حاجه باسمي. خلاص يا ست هكتبها لك، غيري بقى السيرة دي عشان ما تعصبش. هنا الراجل حس انه مجرد مزود خدمات. سمب الراجل الالفا فاهم كده كويس، هو مش بيعجبه الطريقه دي. قلتلكوا في الحلقه اللي فاتت ان الست هتحاول تختبر اطارك الذكوري من وقت للتاني. هنا لما قال لها انه مش بنك ما عجبهاش الكلام. طبعا
ما انت اتكلمت في الفلوس بيعصبك. لا ما اسمهاش كده، اسمها لما احس اني بنك بتعصب. ليه يا طارق وانا بحسسك انك بنك؟ بتحسيني اني بنك. عايزه 2000 دولار للشغالات، شنطه ايف سان لوران نزلت الجديده عايز اجيبها، عايزه عربيه موديل السنه، عايزه فيلر، عايزه بوتوكس. اهدي يا ماما اهدي. على فكره حق. لا مش حقك، انا مش سبونسر يا اختي، انا جوزك. جوزك اللي معيشك احسن عيشه. ما تزعليش مني، كنتش تحلمي بيها. انت شايف كده؟ شايف كده. شايف انك واحده طماعه، واحده بتستعرض، واحده عايزه توصل رساله لحد تقول له اتجوزت ست سيدك. طب لما انت شايفني وحشه قوي كده ما تطلقش. انت طالق ب1000 مليون سلامه يا اختي. انت بتقرفينا؟ سهله اهي، انت طالق. وقالت له لو انا وحشه قوي كده طلقني. هو ما فكرش حتى ثواني وطلقها على طول، عشان ما ينفعش ست تفكر انها تعمل كده معاه. هو اول ما قال لها كده اتصدمت وما صدقتش، فكرته هيقول لها طب خلاص ما تزعليش، بس الحقيقه انه ما حصلش. تعالوا نتفرج على الشخصيه التانية، شخصيه البيتا. من ساعة ما دخلت بيتك وانت بتعملش حاجة غير ان انت بتأذيني. انا مش فاهم ايه اللي اتغير. كل ده عشان خاطر الكلب اللي اسمه عز، مش هو اللي بيعاكس مراتي. معكسنيش. هنا الراجل البيتا مش واثق في نفسه كفايه، ما بيتكلمش بثقه، بيتكلم بصوت عالي وهي بتتكلم بصوت هادي، بيتكلم بصوت عالي وبيقول لها كله من عز اللي بيعاكس مراتي، وهي بتقول له ما عكسنيش. هو كل اللي عمله ان هو نزل يعتذر لي على اللي عمله معايا، فانت بقى خدته وحبسته في الجراج وبتعذبه. مفيش حد بيعمل كده. انا ممكن اقتل اي حد يفكر يقرب منك. وانا مبقتش طايقه ابص في وشك. سيبني يا مروان، لو عندك كرامه طلقني يا مروان. تسيب لو انت مش هينفع تسيبيني. انا مش هعرف اعيش من غيرك. خلاص والله العظيم انا مش هعرف اعيش من غيرك. خلاص انا معاك خلاص. والله العظيم هبقى كويس، انا هبقى كويس. خلاص انا مش هعمل كده تاني. اديني فرصة تانية قدام. انا ماشي كده الدنيا دي اقسم بالله قدامي. هنا عينه كلها دموع وزعل، اطاره مش موجود، اختفى، وهي شايفه ده في عينه انه ضعيف، وقالت له لو عندك كرامه طلقني. وزي ما انتوا شايفين هو عمل كده. قلتلكوا قبل كده ان ما ينفعش تتعامل مع خطيبتك او مراتك على انها امك، غلط. ما ينفعش واحده تشوف دموعك، وخصوصا لو مراتك. بس دي كانت حلقتنا النهارده، لو عجبتك اعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.